لا، ما هي so complicated. بعدين على فكرة بفهم في الكاميراز. ما هو باين. يا عباس، هو انت ليه مش عايزني اروح عند شداد؟ هنقعد معاه. وانت هتفضل ابويا. ممكن اروح له اسبوع وبعدين ارجع لك وابات معاك كمان. لا يا راجل، كتر خيرك. كل اسبوع ايه؟ طب ما تخليها كل شهر، كل عيد. بس انا مش بهزر. انا مش عارفه اعيش هنا. اصحابي اللي كانوا بيذاكروا معايا انا بقيت بمنعهم وهم زعلانين مني، غير الفايبز اللي هنا. ايه ده؟ ايه الفايبس دي؟ ايه يا ابني؟ هو في كلام جديد نزل وانا مش موجود ولا ايه؟ فاهمه له ازاي دي؟ بص، هناك احسن، هناك احسن وخلاص. احسن عشان فيها ناس بتحبهم ولا احسن عشان فيها حاجات بتحبها؟ انا فاهمك كويس يا علي وحاسس بيك، بس انا عايز اقولك ان اي حاجه في الدنيا مهما كانت غاليه قوي او اتدفع فيها فلوس كتير تتعود عليها بتقدم تبقى ملهاش اي قيمه ما عدا حاجه واحده بس: الناس. يعني انا لو كنت عايش فوق في البيت المخيف الغريب ده مع ماما وبيت اخواتي كان هيبقى احسن. كانت جنه، كانت جنه يا علي. بعدين مش انا قلت لك عايزك تبقى قوي وراجل وناشف؟ قوي وراجل وناشف، مش هبقى زيك، مش كده؟ لا، انا عايزك تبقى قوي وراجل وناشف، بس مش عايزك تبقى زيي، عشان انا راجل عندي عيوب كتير وانا مش عايزك تاخد اي حاجه من العيوب بتاعتي دي، ما عدا عيب واحد بس، ده اللي عايزك تبقى شبهي فيه: انك تبقى غبي. انا عايزك تبقى غبي يا علي، وما تبيعش نفسك. حتى لو ادوك ملايين الدنيا دي اوعى تبيع نفسك. ما تبيعش ضميرك حتى لو هتخسر. اغلى ناس ليك في حياتك، عشان لو بعت ضميرك هتخسر اللي خلق لك اغلى حاجه في حياتك.